النور بنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شوفوا الجو كيفاش داير. هي الشتا، الدنيا فاسقه. هي الشتا اليوم ماشي بارد بزاف، ولكن الصراحه الجو شاتي. كما قلت لكم كنتمنى تكونوا محافظين على انكم كتحركوا، كتمشاو ولا كتلعبوا الرياضه. المهم اي حاجه، المهم حاولوا تحركوا. واحد الحاجه بغيت نشاركها معكم، كنت كنشاركها معكم بزاف في الاول، ومن بعد مده ما بقيتش كنقولها، والبنات قالك لا فكرينا بها. البنات كنتمنى تبقاو تحاولوا تدخلوا الكرش على الاقل الوقيته اللي تكوني كتفرجي فيها في الفيديو. مادام الفيديو فيه 10 دقائق ولا 17 دقيقه ولا 15، تحاول ديك المده تبقى يتجامع كرشك. ماشي صعيبه في الاول، تجي لك بحال صعيبه، ولكن من غتولفي غتبقى تبان لك عاديه. نقول لكم اللعبه ديالها كيفاش. بحال مثلا ما كتكوني كتعلمي كتسوقي الطوموبيل، كتخمم ياك امتى ندير بروميير، امتى ندير دوزيام، التروازيام، امتى نرجع من التروازيام للدوزيام، فهمتي؟ يعني كتخممي عاد كديريها، ومن بعد كيولي داكشي تلقائي. وقفتي كتعرفي تزيدي، بانت لك الضوء احمر كتنقصي وترجعي، بان لك علين غادي يولي خضر. المهم راكي كتولي تعرفي. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، يعني العقل كيولي يديرها لا اراديا، وهادشي هو اللي جاري بالنسبه للحركه ديال تدخلي الكرش. نعطيكم شهر واقسم بالله بزاف تاع النساء غادي تبان لكم الكرش ديالكم نقصات. علاش؟ حيت كتولي لا اراديا كديرها، وانت واقفه في الكوزينه كتشقي كديرها، وانت كتفرجي في التلفزيون كديريها، وانت غاديه وانت جايه، صافي كتولي لك عاده. وانت ماشيه في الزنقه دير راسك بحال راه انتيا في العقل ديالك كل الناس كيشوفوا فيا كرشي خارجه ندخلها، وبقاي محاوله كتنفسي في نفس الوقت كتدخليها. مع المده العقل ديالك غادي يبدا يدخلها، فهمت؟ تبدا تدخليها صافي غتولي جالسه وكتدخلها لا شعوريا ولا اراديا. غتولي عندك هذه الحركه، غادي تلقاو عليها واحد التحسن كبير. العضلات غتبداي تمرنيهم، وسهله، هما محتاجه لا تمارين، ما محتاجه والو. يعني ما عندكش باش تسببي تقولي صعيبه ولا حتى شي حاجه. المهم البنات، هادشي اللي بغيت نشارك معكم دابا. غادي نرجع ان شاء الله دابا للدار، مني نكمل السويعه ديالي. رانا حطيت مجودي في الحضانه، غنتمشى السويعه ديالي ونرجع نصايبوا العصائر ديال الكركديه كما وعدتكم. يلا الغزالات نتلاقاو. هنا جيت دابا للدار، وغادي نشارك معكم مجموعه من العصائر اللي ممكن تعملوها بالكركدي ولا بزهور الكركدي كما قلت لكم. بالنسبه للبنات اللي قالوا لي واش باللعمان، غنعاود نقولها لكم في هذا الفيديو. بالنسبه للبنات اللي ما شافوش التوضيح اللي درت في الفيديو البارح، حيت ماشي كلشي كيتفرج في اي فيديو. المهم الغزالات راه ماشي باللعمان. كان باللعمان راه انا غادي نقول لكم باللعمان. راه هي هذيك الورده كبيره وحمراء، وعندها الداخل واحد العود طويل وفيه نبيبتات بالصفر، راه معروفه عندنا. المهم كما قلت لكم الغزالات غنعاود بعجاله نذكركم بالفوائد ديال الكركدي. كما قلت لكم ممكن يتشرب ساخن كشاي، وهذا اللي شاركت معكم في الفيديو اللي درناه البارح. وممكن نستخدموه كمشروب، وممكن يشربوه الوليدات، ديري لضيافينك، تاخديه نتيا باش تنقصي به الوزن ويسد لك الشهيه. يعني يستخدم بطرق عده، غير حنا قلت لك في المغرب ما كنشربوش. دابا بزاف الاخوات اللي كتبوا لي في التعليق عندي في الدار والله اختي ما كنت عارفه على شي صلاح دابا نستخدموه. صراحه راه كما قلت لكم الدول العربيه والشرق الاوسط وتقريبا بزاف ديال الدول العربيه راه كيستعملوه كمشروب وكيستعملوه كشاي، نظرا للفوائد العديده ديالو، واللي من بينها فقدان الوزن، والناس اللي طالع لهم لا طونسيون، اللي عندهم ضغط الدم مرتفع، راه كينفع لواحد الدرجه كبيره انه كينزل يعني ضغط الدم المرتفع، يعني لدرجه يقدروا يوقفوا حتى الدواء الا تاخذ بكميات معتدله ويوميا. كما قلت لكم الغزالات غادي نعاود بعجاله الفوائد ديالو، ومن بعد غادي نشارك معكم مجموعه ديال العصائر، نعطيكم افكار شنو تقدروا ديروا به. كما قلت لكم هو كيساهم في فقدان الوزن، حيت شاي الكركدي في واحد المستخلص كيحد من الشهيه، وهذا بالدور ديالو راه كيساعد في انقاص الوزن. لذلك راه كينصحوا به في الريجيمات باستهلاك ديالو بكميات معتدله، يعني واحد 2 كيسان حتى 3 في النهار ماشي مشكله. كيساعد في خفض كما قلت لكم مستويات الكوليسترول الضار. انا غادي نقولهم بعجاله باش ما نطولش فيهم بزاف. كيحتوي على مضادات الاكسده، كيساهم في مكافحه نزلات البرد،
حيت قلت لكم هو غني بالمجموعه ديال الفيتامينات جي، المهم فيه بزاف ديال الفيتامينات ما عادش نهضر عليهم، ولا بغيتو توضيحات اكثر عليه ما بغيتش باش ما يقولوش هي طولتي الفيديو بزاف. تقدروا ترجعوا الفيديو اللي درت فيه شاي الكركدي، راه هضرت عليهم يعني هضرت عليهم باكثر باريحيه. هنا غادي نهضر غير بعجاله. كيعالج الامساك، الناس اللي عندهم مشكله ديال الامساك جربوه على حسابي غادي تشوفوا. الكركدي في المانيا كيستخدموه بزاف كملين طبيعي. الناس اللي ما كتبغيش، الالمانيين ما كيبغيوش ياخذوا الدويه بزاف. تعرفوا الادويه ديال التليين يعني اللي كيلينوا لينا المصارن ولا الامعاء ديالنا، كيكونوا مضرين وعندهم بزاف ديال اش غادي نقول لكم هي مشات لي الكلمه بالعربيه. بغيت نقول زعما كيكون عندهم بزاف ديال السلبيات، لذلك الناس كتحاول ما امكن تقلب على الحوايج اللي طبيعيه. فخصكم ديروا بالكم هذه القضيه، راه الا كتستهلكوه بواحد الشكل مستمر راه كينظم حركه الامعاء، وبالتالي راه كيخفف حتى مشاكل ديال الهضم، كيحافظ على صحه الكبد كما قلت لكم. داروا واحد الدراسات وداروها ل 19 شخص، وكانوا كاملين كيعانيوا من زياده الوزن، وعطوه لهم لواحد المده ديال 12 اسبوع اللي هي شهرين وجوج سيمانات و 3 شهور تقريبا. سمحوا لي دابا راه الصباح هذا راه دايخه. ولقاو بان بزاف ديال الاعراض يعني ديال الكبد الدهني تحسنت لهم بزاف، وما تزادش تراكمت دهون جديده على الكبد. يعني راكم عارفين الا تراكم بزاف ديال الدهون على الكبد راه كيؤدي للفشل، فشل في الكبد. الله يحفظنا ويحفظكم. وكيساهم في مكافحه البكتيريا. وكما قلت لكم القيمه الغذائيه راه كبيره، ولكن السعرات الحراريه راه صفر، وهادشي كله تقدروا ترجعوا تشوفوه في الفيديو الاخر. ما بغيتش نكثر عليكم بزاف. يعني ممكن تستعملوه، ما تخافوش منه، راه امن، الا الناس اللي طيح لهم لا طونسيون ما يستعملوش، حيت غيزيد يطيحوا لهم. هذا كان بعجاله. دابا غادي نشارك معكم العصائر. غزلتي كتاخذوا واحد الكاسرونه بحال هكايا، وكديروا فيها 2 كيسان ديال الماء كبار. انا راه وجدته باش ما نطولش بزاف. وكتديروا فيها 2 كيسان ديال الماء، كديروهم يطيبوا، وكتلوحوا فيهم هاد الزهر الكركدي. دابا هذا راه من بعد ما صفيتو، شفتوه راه حتى اللون ديالو تقريبا ما كيبقاش اللون ديالو حمر غامق، لانه يعني داك اللون ديالو كيمشي في الماء. وكتخلوهم الغزالات 3 ساعات مرقدين، فهمتوا؟ 3 ساعات حتى يطلق مزيان، وحتى الماء راه غادي يبرد، حيت حنا راه غنستعملوه دابا عصير. ملي كتخلوه حتى يبرد ديك الماء وكتصفيوه، ديروا هكا في شي حاجه. ممكن تشربوه بزاف الطرق كما كنقول لكم. ممكن مثلا الا غادي تعطيه لوليداتك اولا ضيافين، هما الناس ماشي دايرين ريجيم، ولكن في نفس الوقت بغيتي تعطي لهم يشربوه كعصير وبطريقه صحيه. وكما كنقول لكم الغزالات دائما حاولوا تنوعوا باش ما تملوش، باش ما تملوش. شفتوا في المشروبات الحارقه او لا في عصائر ولا، دائما نحاولوا كاع خيرات سيدي ربي نجربوها. حنا غادي نعيشوا واحد المره، ليه ما نجربش هذه وندوق هذه وندوق هذه؟ يعني نعرف بزاف تاع الحوايج، نبروفيتي انني نجرب هذه وهذه وهذه وهذه. ما يبقاوش شي حوايج ما عمرني ما دقتهم، ما عرفاش المذاق ديالهم، نجرب. المهم الغزالات كما قلت لكم ملي كنصفيوه تقدروا ديروا كتزيدوا شويه ديال المزهر، هكا 2 معالق ديال المزهر، وتزيدوا شويه ديال الزعفران الا بغيتوا. زعفران الا كان حر الغزالات. وتقدروا تزيدوه ما ورد، يعني مزهر ولا ما ورد، 2 معالق اللي بغيتوا تديروهم فيه وتحليوه. اما الا غتعطيو بداتكم تحليو بالعسل، او لا تحليو كما كنصحكم انا. المحلي الوحيد الصناعي اللي كنصح به هو ستيفيا. تقدروا ترجعوا لفيديوهاتي وتعرفوا اكثر على ستيفيا. اش نقدر نشرح بزاف دابا، اللي باغي يتفرج راه القناه عامره بالفيديوهات. تحلوه بها وتشربوه بالصحه والراحه، تبردوه في الثلاجه وتاخذوه بالصحه والراحه. بالنسبه للناس اللي باغيين ينقصوا وزن راه غتاخذوه وغتزيدوه غير 2 معالق ديال الماء ورد. سمعتوني؟ يعني حنا ما غناخذوهش بهاد المحليات نهائيا، لا بعسل ولا بستيفيا ولا بتا حاجه. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه، الا بغيتو يكون عنده فعاليه اكثر في انقاص الوزن، تستعملوه مع الاناناس. اللي باغا تعرف اكثر على الاناناس والفوائد ديالو في انقاص الوزن، رجعوا الفيديوهات ديال الاناناس، راه كلشي الحمد لله كاين في القناه. رديتها موسوعه ديك القناه بقوه ما كندير في الفيديوهات. المهم الغزالات كتشدوا الاناناس وكتخلطوه معاه وكتطحنوه وكتاخديه
يعني بصوره شبه يوميه. ممكن تاخديه كسناك، فهمتي، ما بين الوجبات. وممكن تاخدي مثلا كاس في الصباح مورا الفطور، تاخدي كويس في الليل قبل ما تنعسي، اللي عجبك، راه روعه. ممكن تستعملوه تاني بطريقه اخرى، تشدي الكركدي نفس الطريقه. الكركدي دائما بنفس الطريقه، كنديروه في كسرونه ونخلوه يغلى، نديروا الماء طايب ونخلوه يطلق شويه في الماء طايب ونطفو عليه ونخلوه يبرد ونصفيوه. هذه دائما نفس القاعده الاولى. احنا دابا كنهضروا على شنو هما الفواكه وشنو هما الطرق اللي ممكن تستعملوه بهم. ممكن تستعملوه مع الإجاص، طحنوا فيه الإجاص وتخلطوه معاه نفس الطريقه، حتى هو روعه. كتعرفوا الإجاص والفوائد ديالو، كله الياف وهو فيه نسبه ماء عاليه، يعني من الفواكه الامنه اللي ممكن تاكلوها، ما تزيدش لكم في الوزن. تاخذوه في السناك، راه غادي ينفعكم بزاف في النحت ديال دهون البطن ودهون ديال الجناب الارداف. راه روعه هذا العصير، غير جربوهم هاد جوج عصائر على حسابي. بالنسبه للغزالات اللي ممكن نعطيهم افكار يديروه في الصيف، كي ياخذوا تاني الكركدير، وممكن ديروه مع البطيخ، اولا كنقولوا ليه حنا الدلاح. مع الدلاح تاني كطحنيه مع الدلاح نفس الطريقه، حتى هو روعه. وتعرفوا الدلاح فيه تقريبا واحد النسبه كبيره ديال الماء. ممكن تاخذوه تاني مع الدلاح في الصيف. ممكن تاخذوه مع الباربا او الشمندر، حتى هي ممكن تطحنوهم فيه. في الشرق الاوسط تاني كيستعملوه مع النكهات، الى ما كاينينش فواكه يعني اللي هي فرش طبيعيه وطازجه كما كنقولوا، ممكن تستعملوه حتى مع النكهات. هو نيت بنفس الطريقه كيتصايب، وتزيدوا لي نكهه ديال الفراوله كما كنقولوا. المهم فرامبوس، انا شحال توت البري، يعني بزاف النكهات اللي ممكن تزيدوهم له الا ما لقيتوهمش، باش تبدلوا المذاق ديالو. ما هو اصلا المذاق ديالو زوين. كيديروه تاني بالشمام ولا البطيخ، ولا كما كنقولوا ليه حنايا السويهله ولا المنون، كل واحد كيفاش كيسميه. ممكن حتى هو تطحنوه فيه. بالنسبه للخوخ، ممكن تطحنوا الخوخ مع الكركدي. يعني الانسان يحاول ينوع وصفات جديده وطرق جديده. والفواكه الحمد لله راه كلها صحيه، ما غنتناولهمش بكميات كبيره، راه تاخذوهم كسناكات، غتنقصوا سعرات حراريه، وفي نفس الوقت غادي تدخل للجسم واحد الكميه كبيره ديال الماء ملي كيسبب الحرق. المهم انا كنعطيكم افكار كيفاش تحاولوا يعني تاخذوه. ممكن كياخذوه تاني مع الهيل. كتعرفوا الهيل ولا ما عرفتش انا واش هي قعقله ولا بسيبيسه بالدارجه، ما عارفاش. كنعرف الهيل وصافي، انا نجبدو لكم احسن تشوفوه. ممكن تزيدوا شويه ديال الهيل وشويه ديال البودره ولا الروح ديال فانيلا، ممكن حتى هي، وتطحنوهم مع بعضياتهم كيجيو روعه. ممكن تزيدوا غير القرفه، وتعرفوا القرفه والدور ديالها في الحرق حتى هي، وكطيح السكر في الدم، حتى هي ممكن تعملوه معها روعه في حرق الدهون. بغيت نقول لكم واحد القضيه باش ما ننساهاش. عصير الكركدي، عرفتوا الشحفه ديال العطش ديال الصيف، راه كيستعملوه، راه محسن شتو ما كتكونوا خارجين من الحمام. كاين بزاف تاع الناس كتقول لك نشرب براتاتي بتحيد لي ديك الشحفه وداك العطش ديال الحمام. هذا راه حسن 1000 مره كيحيد هذيك الشحفه ديال العطش. لذلك الناس راه كيستعملوه بزاف في الصيف. في الصيف كيديروه الدول العربيه والشرق الاوسط، في سميتو حتى افريقيا راه كيستعملوه، وكيديروه باش كيحيدوا به ديك الشحفه ديال العطش. قلت نشارك معكم هذه المعلومه قبل ما ننساها. اللي بغيت نقول لكم علاش تغليوه في الماء. الغزالات تغليوه في الماء، ماشي نديروا ما طيب ونكبوه فوق منه، باش حتى ملي الا بقى عندك مثلا وشاط لك شويه حتى الغد لي شنو، راه الا كان هو مغلي في الماء وماشي غير الماء طيب كبيناه فوق منه، راه ما كيحمضش وما كيخسرش ما كيحمضش. هذه ديروها في بالكم دائما. حاولوا احسن طريقه اللي هي تغليه في الماء، ماشي نكبو ما طيب فوق منه. ونتمنى تكون المعلومه وصلت. وكما وممكن الغزالات تصايبي غير عصير الكركدي كما قلت لكم، 2 معالق ديال الماورد، عصيره ديال الحامض، وتشربوا حتى هو روعه كما قلت لكم للدهون وانقاص الوزن والحركه ديال الامعاء. وراه بزاف ديال الفوائد فيه، ما عادش نعاود نقولها لان قلت لكم راني خليتها لكم في الفيديو الاخر. الغزالات كما بغيت نقول لكم الغزالات، هذا العصير راه روعه باش كيحيد ديك الشحفه ديال العطش في رمضان. كيستعملوه حتى في رمضان بزاف كما قلت لكم ديال الدول. في الفطور كيكون حاضر في المائده ديال الشرق الاوسط بنكهات مختلفه. انا حاولت نشارك معكم بعض النكهات اللي نتمنى تكون وصل لكم، يعني وصلتكم الطريقه. راه سهله ماشي صعيبه بزاف.
انا غير حاولت نختصرها معكم الغزالات. يعني في المائده الرمضانيه بحال دابا رمضان ملي كيجي في الصيف بنادم كتكون فيه ديك الشحفه ديال العطش بزاف، شفتوا هذا راه يحيد الشحفه يعني بواحد الطريقه روعه. نتمنى البنات تكونوا كتقدروا المجهود اللي انا كنبذلو معكم باش نوصل لكم المعلومه، باش ندير فيديوهات فيهم افاده ماشي غير الخوال الخاوي، وتشجعونا باللايك والتعاليق ديالكم الزوينه، لاني انا راه اللي كنشوف ان القناه غير كتزيد كطيح كتزيد كطيح، وراه انا كنكابر مع راسي وكنجاهد في راسي باش ما نوقفش. كنتمنى تحطوا هذا الشيء في الاعتبار ديالكم، تزيدوا تشجعوني. لا قبل كل مره كنبنوض راه كنزيد خطوه وكنرجع جوج، ولكن كنكابر وكنقول لا، دائما كاين الامل، دائما نحاول نزيد، ربما ان شاء الله يوما ما حتى حنايا نطلعوا شويه. الغزالات الفيديو ديالنا غادي يكون انتهى عند هذا الحد. نتمنى تكون وصلتكم المعلومات اللي شاركت معكم، عجبكم العصائر اللي اقترحت عليكم انا اليوم، وصلتكم الافكار اللي بغيت نوصل. اللي بغات اكثر تعرف عليه ترجع الفيديو ديال شاي الكركدي، راه غادي تلقى معلومات اكثر. صباحكم مبروك الغزالات، ونتلاقاو في فيديو اخر الى بغى الله.